شوف ازاي مارسيل كولر قدر ان هو يضحك على اسوريو. طبعا الزمالك بدأ المباراة بكثافة عددية هجومية وما بيلعبش غير بفتوح ارتكاز، فمارسيل كولر لعب على الكرة الطويلة. أول حاجة حصلت كان هدف الشحات من الشناوي للشحات وشفناه. دي تاني كرة أو كرة من الكرات يعني كانت في الدقيقة 31، اتلعبت من ياسر إبراهيم باتجاه محمود كهربا. كهربا فضل يجري ورا الكرة عشان يحاول يحصلها، لكن كهربا يعني ما قدرش في آخر المشوار إن هو يقدر يستحوذ على الكرة، ودخل فيها محمد صبحي. وكمان الحكم بعد كده رفع رايته ان كهربا متسلل. كرة قبلها كانت لحسين الشحات برضو من الجنب اليمين، غالبا محمد هاني، الكادر هنا مش مبين لكن محمد هاني غالبا هيلعبها لحسين الشحات طويلة. ادي حسين اهو، وادي كهربا. طبعا كهربا سارق برضو يعني الحركة. المدافعين مش مركزين مع حسين ولا مع كهربا، فالكرة راحت لحسين. حسين دخل بالكرة داخل منطقة ال 18، ودي الكرة طبعا الشهيرة اللي محمد عبد الغني عمل ضربة جزاء مع حسين الشحات، ولكن البنا ما حسبهاش. مع ان بص بقى البنا واقف فين، بص البنا واقف فين، زاوية الرؤية عند البنا المفروض ان هي متواجدة يعني، وقادر ان هو يشوف. طبعا هو بعيد سيكا، لو كان اقرب كمان كان يقدر يشوف اكتر، لكن ما حسبش حاجة والفار ما رجعوش فيها. لكن الكرة واضحة من هنا اهي، شد من محمد عبد الغني. طبعا الشد هنا كمان يعني حسين اخر لاعب، طبعا هو هنا مستخدم ايده، فبالتالي كان لازم يبقى كارت احمر، لان هو مش بيلعب على القدم ولا حاجه، ده بيلعب بالايد.